السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي الحلوين عاملين ايه؟ وحشيني من قناتي بيتي. جيت النهارده كده وجايبه لكم فيديو سريع، حاجه كده نعملها من الحاجات اللي بايته عندنا في البيت. انا عندي كده شويه فطير مشلتت اكلوا منهم العيال، وفضل منهم البقايا بتاعه الفطير المشلتت. هنعمل منه بقى احلى حاجه كده جميله، احلى من كورن فليكس. وهتحبوها واطفالكم هيحبوها جدا. انا بجيب الفطير كده اللي بايت عندي ده وبقطعه حتت صغيره صغيره قوي، وهوريكم ازاي. خليكم معايا، يلا بينا. اهو هنجيب كده بالحته الصغيره اللي قد كده اهو. اهو حتت صغيره، الحته دي زي كده دي مقرمشه كده. هنقطع اهو. بعد ما قطعنا كده حتت صغيره الفطير المشلتت هنحطه في الفرن ياخد له تحميصه كده على السريع، عشان الحتت اللي هي زي كده دي طريه تنشف زيها زي الوش كده وتتقرمش. وبعد كده هنضيف عليها اللبن بالسكر وهيبقى احلى من كورن فليكس 100 مره. يلا بينا نحطهم في الفرن اهو. بعد ما خلصنا وطلعنا الفطير من الفرن بعد ما اتحمس كمان شويه تحميصه، بعد ما قطعناها حتت صغيره هنجيب كوبايه لبن وهندلقها. واكيد هنبقى محليين كوبايه اللبن طبعا على حسب الرغبه. انا بحب قوي اللبن بتاع الفطير ده بالذات يبقى مسكر. ممكن احنا طبعا نستغنى عن السكر ونحط كام معلقه عسل ابيض، وهنقلب بالشكل ده لغايه ما اللبن يشرب. الفطير يشرب اللبن بالطريقه دي. بعد كده هتدوقوا احلى. اول ما يبدا يطرى كده هيبقى احلى 100 مره من كورن فليكس، وحاجه انت عاملاها ببيتك وضمنها وضمن نظافتها. والف هنا وشفا على قلبكم. تنسوش تدعموني باللايك والشير وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد من وصفاتي بيتي، احلى وصفات واسهل وصفات. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.